مشكلة كل واحد في الدراسة أو في حياته العامة إنه مرتبك على طول. الارتباك ده مش حلو ليك ومش حلو لحياتك ومش حلو لأي واحد بيسمعك دلوقتي، عشان تبقى عارف يعني 90% من الناس بيرتبكوا في الموضوع. حتى لو أنت مثلا حد سألك سؤال وأنت جاوبت متقطع كده بحس أنت كذاب أو حاجة زي كده. بس أنا باقول لك الارتباك ديّة بيضيّعك بجد والله. يعني مثلًا لو حد سألك سؤال مثلًا من الدرس، أنت بتاخد درس مثلًا والمدرس سألك سؤال وأنت رديت عليه بارتباك في الإجابة، هيحس إنك مش حافظ. هو نفس الموضوع، لو حد سألك سؤال تاني هيحس إنك كدّاب بنفس الطريقة. اتعلم فن الكلام. فن الكلام إزاي؟ يعني اتعلم تربط كل كلمة بالتانية. يعني مثلًا لو أنت حافظ جملة مثلًا معيّنة، عوّض ونسيت مثلًا كلمة، عوّض بالكلمة كلمة تانية. يعني مثلًا إيه، يعني تعوّض بكلمة كلمة تانية كده يعني. فأنا باقول لك النهارده ما ترتبكش خالص، حسّك واطي، كلامك واطي كده، خلّي صوتك واطي وحلو كده، يعني خلّي نغمة واحدة لصوتك، ده بيجعلك أحسن في التسميع وكده يعني، وخلّي اللي قدّامك ما ياخدش باله منّك. بس أنت لو عايز اللي قدّامك ياخد باله منّك، فأنا أنصحك اللي أنت تعمل نغمة صوتك، يعني ترفع مرّة وتوطّي، ترفع وتوطّي كده. أنا الموضوع ده كان مختلف عن القناة بجد، بس أنا حبيت أتكلم فيه يعني عشان العيال اللي في المدرسة وكده. فلو أنت وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتصلي على النبي، وأهم حاجة تصلي على النبي وتعمل تعليق تحت، وسلام.